بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله النهاردة أنا قلت بقى وأنا واقفة في المطبخ كده أقول لكم على تفسير رؤية الخضروات في المنام. يعني مثلا أنا معايا هنا جرجير، معايا خس، معايا كوسة، آه، بطاطس. كل دي خضروات. لو حد شايف حاجة منهم في المنام وشافها بشكل حلو وطازة وجميلة كده زي ما احنا شايفينها، فده بالنسبة هنقول الأول الحلم بيختلف من السيدة المتزوجة عن البنت العزباء، عن الرجل، عن مثلا لو لسه طالب علم بيدرس، فالحلم بيختلف من شخص لآخر. طيب لو سيدة متزوجة حلمت بالخضروات وإن الخضروات دي طازة وشكلها حلو في المنام، فده بيبقى بشرة خير ليها على إن في استقرار في حياتها الزوجية، وفي رزق وفير داخل بيتها إن شاء الله، وفي أمور هتتيسر لها. ولو بنت حلمت بالخضروات وشافتها بشكل جميل وبشكل مفرح وشايفاها طازة برضك، فده معناه ان امورها هتتيسر لها، وانها هتسمع اخبار سعيدة، وانها ان شاء الله بشرة خير ليها انها ممكن تتجوز شخص ميسور الحال، واخبار سارة هتسمعها. ولو رجل شاف الخضروات في المنام بشكل حلو وبشكل انها مثلا خضروات مزدهرة كده وشكلها جميل، ده برضك بشرة خير للرائي، ان هو لو هو بيشتغل في تجارة ان تجارته دي هيبقى فيها رزق جايله بالخير وبالفرح وبالسعادة، ورزق ميسور يعني رزق سهل مش هيبقى فيه مشقة وتعب. ولو طالب علم حلم برضك بالخضروات فده بشرة خير بالنسبة له بالنجاح والدرجات العالية اللي هو هيبقى فيها بإذن الله. لكن لو حد حلم بالخضروات إنها دبلانة أو لونها مصفر أو شكلها مش حلو، فده بيبقى إنذار بهموم أو مشاكل أو بمرض، بالأخص لو الخضار لونه مصفر، لأن الخضار المصفر في المنام ده بيبقى إنذار بهموم أو مشاكل أو بأمراض. طيب لو حد حلم بإن هو بيزرع زرع والزرع ده زرعه بإيده، فده بداية مشروع بالنسبة له أو بداية أمور هو هيدخل فيها، والأمور دي إن شاء الله ربنا يكرمه فيها وتبقى داخلة عليه بالخير وبالفرح. طب لو شخص حلم إن هو زرع زرع ولم الزرع ده قبل ما هو يستوي يعني قبل اوانه، الزرع ده معناها ان هو متسرع في قراراته، ان هو جمع الحصاد قبل اوانه، فهو كده حد متسرع في قراراته ومش صبور، يعني شخصية مش صبورة، ما بيصبرش على ان الامور لما بتكتمل وان هو يجمعها او ياخد قراراته بهدوء، لكن هو كده بياخد قراراته بقرارات سريعة، فيحاول ان هو يكون هادي في قراراته وما ياخدش القرار بتسرع، لان القرارات المتسرعة بتوقع الشخص في مشاكل وفي هموم. ده بالنسبة لو حد زرع زرع وجمع الزرع قبل اوانه. طب لو شخص زرع زرع واكتمل الزرع دوت وجمع الثمار بتاعته، فده بيبقى حصاد لمال هو كان بيشغله او وظيفة هو دخل فيها، فديت بتبقى بشرة خير بالنسبة له ان هو هيجني اموال كويسة من الوظيفة ديت. لو بنت حلمت انها بتجمع ثمار، لو بنت حلمت انها بتجمع ثمار والثمار دي استوت وشكلها حلو على الشجر، فده برضك بشرة خير ان هي هتكون ناجحة في حياتها، وفي امور هي هتدخل عليها بالفرح والسعادة، ممكن انها تكون داخلة وظيفة جديدة او حياة جديدة هتدخلها، هيكون زوج مناسب ليها وهيكون زوج ميسور الحال. ولو سيدة متزوجة حلمت انها بتجمع ثمار بعد ما زرعتها، فده نجاحها في حياتها الأسرية، فرحتها بولادها، وان ولادها ان شاء الله يكونوا من الذريه الصالحه وربنا يكرمها فيهم باذن الله. فزي ما انا قلت لكم الحلم بيختلف من شخص لاخر، بيختلف من لو الشخص دوت متزوج او بنت او زوجه، فده بيختلف من في الحاله الاجتماعيه. وكل ما هو شكله حلو في الحلم من الأكل والثمار شكلها كويس،
فدي بتبقى مبشرات بالخير. لكن لو حاجات زي ما انا قلت لكم فاسده او مش حلوه او غير صالحه للاكل او قدام الرائي في المنام، فدي بتبقى انذار ليه، ويكون على حذر في الفتره القادمه ان هو ما يحاولش يتسرع في قراراته، وما يحاولش ان هو يدخل في مشاكل مع حد، وربنا ما يجيبش مشاكل لاي حد وييسر الامور لينا كلنا، ويجعلني دايما كده ابشركم بالخير. وما تنسونيش في اللايك والشير.